ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده بيتكلم عن ايه احلى انواع الفاونديشنز اللي انا جربتها في خلال السنين اللي فاتت كلها، وايه احلى انواع الفاونديشنز المشهوره اللي هو لو انتي ما لقيتيش الفاونديشن ده بستخدمه، ايه البدايل المشهوره واللي الناس كتير بتشكر فيه. هقولك الفرق ما بين الفاونديشنز الهاي اند والدراج ستور. والناس اول ما تشوفني انا عاليه فيديو بلوجر بعمل فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، فعايز تنضمي لينا بليز اعملي لايك صفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب ولايك للفيديو ده كمان. يلا بينا نبتدي. طيب هو مبدئيا دي كل انواع الفاونديشنز اللي انا جربتها واللي انا بحبها، هرتبها لكم بالاكتر فاونديشنز اللي انا ما اقدرش استغنى عنها وبحبها، يعني هيبقى بالترتيب. طبعا المركز الاول طبعا ماك بولونج وير. هو بصوا يا جماعه، على حسب ناس درجات بشرتهم لكن انا بالنسبه للتون بتاع وشي انا بحب استخدم طبعا ماك بولونج وير فاونديشن، لان هو نفس درجه رقبتي بالظبط. انا مش بحتاج ان انا احط فاونديشن في رقبتي، بلس الكوفرج بتاعته حلوه قوي 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 قوي، فمش بحاول ان انا ابدله بحاجه تانية او كده. لما بيخلص بحب اجيب نفس الشيد بتاعي ونفس البراند. فطبعا ده طبعا ديفينتلي لازم ياخد المركز الاول. ماك طبعا معروف ان هو هاي اند. ايه الفرق ما بين الفاونديشنز الهاي اند ودراج ستور؟ الفاونديشنز الهاي اند دي بتبقى موجوده في سيفورا، واللي هي الكواليتي بتاعتها بتبقى حلوه قوي 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 قوي، ويعني ودايما ميك اب ارتست بيحبوا يستخدموها للعرايس وكده. الفاونديشنز دراج ستور بتبقى كواليتي اقل، بس مش بالشرط برضه، يعني ياما في فاونديشنز بتبقى حلوه قوي دراج ستور وكواليتي بتاعتها بتبقى فعلا زي الهاي اند برضه، مش شرط يعني. بس دايما الغالب على دراج ستور ان هو بيبقى اقل في الكواليتي شويه من الهاي اند، وده بيتباع في الصيدليات او اي اماكن في امريكا عادي، يعني مش بيتباع في سيفورا. فده يعتبر هاي اند. تاني واحد اللي هو المركز التاني، اللي انا مش متخيله قد ايه هو حلو قوي، انا لسه جايباه من قريب، اللي هو تو فيس بونز سواي. بجد من احلى الفاونديشنز اللي انا جربتها، هو برضه هاي اند. بس الكفرج بتاعته فعلا فول كفرج يعني مش ميديوم. انا عايزه برضه افهمك حاجه للناس الجديده في الميك اب، انه الفاونديشنز فيها درجات. في درجات اللايت اللي هو بيبقى خفيف قوي للناس اللي هي بشرتها بتبقى حلوه، مش محتاجه حاجه، محتاجه بس جاست جلوينج. وفي ميديوم كفرج. ده الميديوم كفرج ده للاستخدام اليومي، انك انت تنزلي مثلا، او يعني للاستخدام الكتير عادي، مش لازم سهره او مش لازم فول ميك اب تقيل او كده. الناس عندها حبوب كتيره وعندها مشاكل كتير في وشها وعايزه تحط فول ميك اب مثلا، فبتستخدم الفول كفرج. ده يصنف من الفاونديشنز الفول كفرج. وفي برضه استي لودر من ضمن الفاونديشنز الحلوه قوي 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 اللي انا جربتها فول كفرج. المركز الرابع اللي هو ميك اب فوريفر الترا اتش دي. الالترا اتش دي بقى بيتباع عادي في مصر، في ميك اب فوريفر بيتباع في مصر عادي. قعدت فتره كبيره استخدم الفاونديشن ده، من الفاونديشنز الحلوه جدا والاستخدام اليومي، او ان انت تحطيها كتير عادي، لان هو الكفرج بتاعته هو ميديوم. بس ممكن يو كان بيلد، يعني ممكن تحطي كذا طبقه لو انت عايزه حاجه فول كفرج او عايزه الكفرج بتاعتها تبقى تقيله، ممكن تحطي كذا طبقه. اخر حاجه بالنسبه للفاونديشنز اللي جربتها كانت حلوه قوي هو دراج ستور. انا مش بحب استخدم كتير دراج ستور، او يعني في الغالب ابتديت ريسنتلي يعني ما استخدمش حاجه دراج ستور. بس انا عمري ما هنسى ان الفاونديشن ده يعتبر اول فاونديشن انا جربته، والكفرج بتاعته كانت حلوه والايفكت بتاعه كان حلو. هو اسمه مايبلين فيت مي، اللي هو اللاين بتاع فيت مي. انا مش عارفه هو بيتباع في مصر ولا لا، بس في الغالب ما بيتباعش في مصر. بس من ضمن الفاونديشنز الحلوه قوي قوي قوي، وهو دراج ستور فرخيص، هتلاقوه ارخص طبعا بكتير من الهاي اند. فده برضه من ضمن الفاونديشنز اللي انا بحبها. في بقى فاونديشنز تانية مشهوره جدا جدا وحلوه قوي برضه. في كيت فون دي من الفاونديشنز الحلوه قوي 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 قوي، لانه اللي هي كيت البنت اللي هي صاحبه البراند دي جسمها فيه كله تاتوز، فهي كانت عايزه تعمل فاونديشن يغطي التاتوز والحاجات دي، فعملت الفاونديشنز دي. في بقى برضو ايفن ديكي، برضو من الفاونديشنز المحترمه جدا جدا. كيت فون دي وايفن ديكي هما هاي اند. بالنسبه للفاونديشنز الحلوه قوي دراج ستور اللي هو لوريال انفاليبل. انا مش عارفه اذا كان بيتباع في مصر ولا لا، بس ناس كتير قوي raving about لوريال انفاليبل، لان هو رخيص وفي نفس الوقت الكفرج بتاعته واو. انا بصراحه ما جربتوش، بس يعني من كميه الناس اللي بتقول عنه كلام حلو انا يعني قلت اقول لكم عليه. بس فهي دي الفاونديشنز اللي انا جربتها. انا عندي فاونديشنز تانية بس ما جربتهاش. عندي ماكس فاكتور، وعندي فاونديشن بتاع مايبلين اللي هو ساتن تقريبا. انا الحاجات دي مجربتهاش لسه برضه. بس فهي دي انواع الفاونديشنز. يا رب اكون افدتكم في الموضوع ده، واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.